السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي أيها الفام العظيم، وحشتوني، أو في مقولة أخرى والله اشتقنا. وما تنساش بقى لو ما صليتش العشاء تقوم تصلي العشاء أو صلاة المغرب أو أي فرض يكون فاتك. أنا عارف إن أنا يمكن اتأخرت عليك الفترة دي، بس الأسبوع اللي فات كله كان عندنا كورس ميديا باينج مكثف، حرفيا كنا شغالين تقريبا ال7 أيام في الأسبوع. وبالمناسبة دي فكورس الميديا باينج أونلاين بقى موجود دلوقتي بس بنظام مختلف عن أي كورس ممكن تكون أنت خدته قبل كده. الميديا باينج هو إزاي إنك تعمل إعلانات ممولة، إزاي إنك تعمل إعلانات على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى تيك توك. لو هتاخد الكورس الانستجرام وفيسبوك بس فهو هيكون سعره 800 جنيه، لو معاهم تيك توك فهيكون سعره 1200 جنيه. الفكرة إن بعد كل محاضرة بتنزل الكورس متقسم على 4 محاضرات، كل محاضرة 3 ساعات. الكورس مدته شهر، بينزلك محاضرة واحدة في الأسبوع لازم تخلصها وتطبق عملي عليها وتبعت لنا التاسك اللي انت عملته علشان نصححه لك. من الاخر انت بتطلع من الكورس ده بتعرف تعمل كامبينز، وبالفعل مجرب انك تشغل حملات اعلانيه ومحقق نتائج كمان ان شاء الله في خلال الكورس. لو حابب تحجز الكورس فكلم الرقم ده على واتساب، لان المتابعه والكورس هيكونوا الاول 50 مشترك فقط لا غير. لان لو اكتر من كده يا جماعه احنا مش هنعرف نتابع ان كل واحد يعمل حمله اعلانيه ونضمن ان هي اشتغلت. الكورس مسجل بيكون على المنصه الخاصه بالشركه. ويلا بينا نبدا الفيديو. نبدا باول فيديو معانا ونقول الو. يعني يا ريت اي شيخ من الازهر انا ما اعرفش يعني يطلع يرد عليا. اي حاجه بعملها في حياتي يطلع حد يقول لي اصلي يعني معنى الكلام ان ربنا طيب لا يقبل الا طيب. طب اوكي، انا يعني بعمل ايه غلط؟ قول لي بس. انا بروح اغني في فرح بفرح ناس، بروح اغني في عيد ميلاد، بروح اغني في حفله تخرج. انا كعمر كمال يعني عمري في حياتي ما طلعت في اللايف ولا فيديو قلت بعمل خير، بس انا اللي عايز كده. طيب نرد على النقطة دي قبل ما ندخل على النقطة اللي بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي انا بعمله غلط؟ انا بروح الفرح بفرح الناس، انا بروح العيد ميلاد بفرح الناس، الحشيش بيفرح الناس، الكوكايين بيفرح الناس، العلاقات المحرمة بتفرح الناس، الخروجات المحرمة بتفرح الناس، عدم الستر والحجاب بيفرح الناس، الخمرة بتفرح الناس، انواع مخدرات كتير بتفرح الناس، انه يكسب مال بسهولة زي مثلا اللي هو الناس بتوع المراهنات بيفرحوا. فمش اي حاجة بتفرح الناس يبقى حلال. الاستاذ عمر كمال بيعمل ايه غلط؟ استاذ عمر كمال مغني المهرجانات، عايز شيخ يقول له اللي بيعمله ده غلط ولا لا. احنا كلنا بنعمل حاجات غلط، ويمكن اقول لك على حاجه، يمكن بنعمل حاجات انيل من اللي انت بتعملها وربنا ساترنا، بس خلينا نقف ان الغلط غلط مش هنشقلبه لصح. يعني ربنا يعلم بعمل له، او اللي عايز عمليه بعمل له، او اللي عايز يساعد في ايجار بعمل له، او اللي سقف بيته مش موجود بعمل له، والكلام ده كله. انا بعمل اللي بقدر عليه. اوكي انا فرقتي انت نجحت في ايه؟ لا انا شايل يعني مسؤوليه مثلا 50 60 فرد، فرقتي واللي شغالين معايا واهلي واللي عايزين علاج وبرعت. انت بقى عملت ايه؟ اصل انت فلوسك حرام، انا فلوسي حرام بساعد بيها، انت بقى عملت ايه؟ قول لي. يعني اللي اللي عايز يغسل كلى مرتين 3 في الشهر، انت عملت له ايه؟ انا عملت له. خلينا برضو نرد على النقطة الجميلة دي. اللي بيغسل كلى، الصدقة اللي بتتصدق بيها، المرتب اللي بتدفعه الواحد بيك من غيرك هيحصل. رحت مستشفى ساعدت حالة، بيك من غيرك هتتساعد. حالات مقدر لها المساعدة، بيك من غيرك هتتساعد. طب دي نقطة نلغيها، خش على اللي بعد. حضرتك عارف ان انت بالفلوس اللي بتعملها من الاغاني والمهرجانات بالافلام دي كلها، بالاحساس الزائف اللي انت حاسه ان انت محور كون مجموعه ناس حواليك لمجرد ان انت بتساعدهم او بتعمل لواحده غسيل كلى او كذا او كذا، كلكم على بعض كل ده باجمالي اللي بيدخل لك من فلوس. اولا اعرف واحد بيعمل قدهم 100,000 مره وما بيفتحش بقه ومن مال حلال. ثانيا اللي انت داخل عليه دلوقتي انت عايز تسال اللي انا بعمله ده هيتقبل مني ولا مش هيتقبل؟ عشان في اول الكلام انت قلت ايه؟ ان الله طيبا لا يقبل الا طيب. ممكن انت مش واخد بالك ان ده حديث شريف. يعني المساله اللي انت بتحكي فيها دي جه فيها نص صريح بيقول لك يا باشا ان الفلوس الحرام دي مش مقبوله. فانت السؤال اللي المفروض تساله للمشايخ ايه؟ هل فلوسي حلال ولا حرام؟ اللي انا جاوبتك عليه في الاول. هل دي محتاجه سؤال ان واحد بيغني ورا رقصات وبيحيي حفلات ومهرجانات؟ ومش عايز اقول لك ان انا لما كتبت في السيرش عمر كمال في دي الجمله دي انا مش هقولها، يعني كل اللي كانوا موجودين كانوا لابسين ايه؟ انا كنت هقول لك كانوا لابسين عريانين. فانت جاي تسال هل ده حرام ولا حلال؟ بتهزر.
يعني مين فينا اللي صح، هم ولا احنا؟ يعني لو انا غلط ابطل اعمل خير خالص، مش عايز اعمل خير تاني. لا حول ولا قوة الا بالله. في ايه يا استاذ عمر؟ في ايه؟ لا يعني مين اللي صح؟ هم اللي صح ولا احنا اللي صح؟ انا عايز اعرف هم دي عايده على مين عشان مش مبهمه. المهم ان انت سؤالك اللي انا بعمله صح ولا غلط، عشان لو غلط مش هبطل الغلط بقى، لا ابطل الخير اللي انا بعمله. باشا اتفضل بطله. هو انت بتمن؟ يعني انت مثلا بتعمل خير بتمن بالخير ده اللي هو يا جماعه طب ايه ده؟ هو انا بعمله؟ طب والله هبطل الخير لو انا اللي بعمله ده غلط. طب ما تبطله. كل واحد انت مش بتديله رزق خالص ولا حتى سبب، انت ناقل. واللي بياخد المال بتاعك سواء كان حلال او حرام فهو ما عليهوش ذنب. يعني قطعت الفلوس اللي بتديها لواحد ربنا هيعوضه وهيرزقه. المفاتيح مش عندك عشان تقول والله ما انا لاعب، انا مش هعمل خير. فيك الخير، عايز تقرب لربنا، عايز تسال، خليها باسلوب كويس مش كده. امال لما نمشي هنا في اكتوبر نلاقي مسجد عماد راغب، مستشفى عماد راغب اللي هو المصحه اللي هو العيادات اللي هو عاملها جوه البتاع مجانا، ودار سكن ودار تعليم ودار ايتام وهيصه، وناس بتعمل اكل كل يوم، ومطاعم مفتوحه بس للاكل ببلاش بيبقى اسمه مطبخ. الناس دي بتروح لها تحس ان هي مش بتديك يعني حاجه لله او زكاه او صدقه، لا تحس انها بتخدمك، تحس ان هي حرفيا بتخدمك. يعني بعد اذنك تقبلها مني. فلا يا عمور راجع الحسابات. وهقول لكم يا جماعه انا ليه منفعل وتحسوا ان انا يعني هجومي سيكا، لان الاطفال اللي بيتابعوا الاستاذ عمر كمال هيفهموا ايه؟ يفهموا ان الدين بيقول له ما تعملش خير. الدين بيقول لك لو انت هتحط 100 جنيه في ايد واحد، لو مصدرها حلال فتقبل عند الله، لو مصدرها حرام صلى الله عليه وسلم ابلغنا في حديثه انها لا تقبل. فاحنا كده بنلف الكلام على الاطفال ونلعب على المشاعر وهيصه بقى. فيا استاذ عمر اقعد مع نفسك كده على سجاده الصلاه او ادعي بصدق وانت ساجد، اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه، وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. وعايزك تقوم تقعد كده وانت بتقرا قران، تقعد مع نفسك اللي انا بعمله ده يوم الحساب اقدر اقابل بيه ربنا وانا رايح لربنا يوم الحساب. العمل اللي انا عملته هيوديني جنه ولا يسحبني للنار؟ اسال نفسك كام سؤال هتلاقي نفسك جاوب. يا رب يتوب عليك وعلينا وعلى كل المذنبين اللي موجودين في العالم. نسال الله التوبه جميعا. اللي بعده بقى اللي بعده. حسيت ان انت عايز تقول لي اللي بعده. ايه اللي يجبرني ان جوزي يختار عليا واحده واتنين، وان انا بدل ما يبقى جوزي ده بتاعي انا لوحدي ويقعد معايا في الوقت اللي انا عايزاه، زي ما هو ممكن يقعد معايا برضه في الوقت اللي هو عايزه، لا يبقى النهارده ده دور. طب هو ثواني مفيش حاجه تجبرك، بس هو قرر يتعدد. قال لك يا ست الكل انا هتجوز لاسباب 1 2 3. انت شفت ان الاسباب غير كافيه غير وفيه غير شافيه وقررت تنفصل عنه، فمفيش حاجه تجبرك، مفيش حاجه بالاجبار في الاسلام. فانت كان سؤالك ايه اللي يجبرني؟ نقطه مفيش حاجه تجبرك. وبعدين تعدد ده يا جماعه ما الشباب عارفين يتجوزوا؟ يعني انا عايز اعرف ايه لازمه الترند اللي بيطلع كل شويه ده؟ هل الشباب اصلا قادره تتجوز واحده؟ يعني هل هو كده قادر ياخد الخطوه؟ وانتوا بتهزروا يا جماعه، في ترندات مستفز. طيب حضرتك استاذ عزت بتقول الكلام ده وبتقول يعني بتتكلم بثقه شديده جدا. ممكن اعرف حضرتك خريج ايه؟ ولا حاجه، انا قمت من النوم لقيت نفسي كده. يعني هو حضرتك بتستهزأ بيا ولا لا ده حقيقي؟ يا فندم انا هي دي الحقيقه. هتستهزأ بيكي ليه؟ انا جاي هنا عشان استهزأ ولا اهزر معاكي؟ طيب ما هو انا بس انا قمت من النوم لقيت نفسي كده. لقيت نفسك ازاي؟ بجد والله لقيت نفسك ازاي؟ لقيت نفسك المعالج الروحاني الاكبر في العالم، وبتدعي ان انت واخد صك من الله عز وجل، وبتكلم واحد في التليفون تقول له انا اقدر اقول لك انت لابس ايه وانت قاعد في بيتك، ومسمي نفسك دكتور، وانفعلت على الراجل وهو بيكلمك تقول لي لا لازم تقول لي دكتور عز. بتسالك انت خريج ايه بتقول لا ولا اي حاجه، انا بس صحيت من النوم لقيت نفسي كده. يا باشا انت ملبوس، انت محتاج تتعالج. يا جماعه فكوكوا من جو الدجل والشعوذه والافلام اللي هو بيحكي فيها دي، ولما تشوفوا فيديو للراجل زي ده تمام اقروا قران وسيبكم منه. ويطلع يقول لك انا ما بعالجش غير الاغنياء. يا حبيبي انت عايز تقبض وخلاص، ايه تعالج دي؟ انت تعالج ايه اصلا؟ انت عارف ايه عشان تعالج؟ انا بس قلت احذر من الشخصيه دي. يلا اللي بعد ناقصه دجل. هل في فجر اعلى من كده؟ مفيش. هل في طغيان اعلى من كده؟ هل في جبرته اعلى من كده؟ انت بتشوف طفل بيتحرق، ام بتتحرق، راجل بيتحرق ومش قادر تساعده، لو اتحركت ناحيته هتتكسر، او الانابيب بتاعت الغاز اللي جوه هتنفجر فيك، او هتغرس في النار ومش هتعرف تطلعه لان هما بيتسلخوا جلدهم بيطلع، ماتوا قدامهم. ده القصف الاخير. ممكن بقى نوقف نشين وندين ونهين والحاجات المستفزه دي؟ احنا بنشير عشان نعرف الناس اللي قال ايه سبحان الله مش عارف،
او نفكر الناس اللي بتنسى، او نصحي ضماير ناس نامت قربت تموت، يعني مش فاهمين. فين بقى بتوع حقوق الانسان اللي عارفين ابونا في الحياه كلها، اللي لو واحد اتضرب بالقلم يقول لك بس ليه اتضرب ليه، لكن اتضرب بالنار عادي. واللوم كله مصر. ما هو الجيش الوحيد اللي موجود دلوقتي قوي مين؟ مصر، او هو اللي باقي. يلا يا مصر حرب، يلا يا حبيبي خشوا الحرب يلا عشان نخلص على اخر جيش موجود، وانا اخشها لوحدي؟ طب ما انا ممكن اضرب الصبح والاقي القاعده العسكريه اللي عند اخويا بتضربني عادي، مين هيسند؟ الفكره بقى ان احنا مش عارفين نتلم كده كلنا مره واحده ونبقى ايد واحده ونقرر ان نعمل حاجه، لا احنا قاعدين بنرمي اللوم على بعض. سيبك من ده، انت شخصيا وانا كمان لما كنا بنشوف مشهد كنا بنقعد نعيط، ممكن نكتئب باليومين ثلاثه، دلوقتي لازم تشوف مشهد بشع اكتر بشاعه من اللي انت شفته قبل كده، وبقى تاثرك دلوقتي التاثر الحزين يعني من الاخر بتقل، الموضوع بيقل. هو ده ابتلاء، ده اختبار لينا كلنا، ومش عارف هنتحاسب عليه ازاي، هنتسأل عنه ازاي. تقدر تشير، تقدر تتكلم، اتكلم، تقدر تصحي الناس اللي حواليك، يبقى في صحوه. يا ريت. الواحد بيبقى مكسوف يتنيل ياكل ومشهد من ده عدى قدامه، طب هم كلوا ولا ايه؟ طب هم شربوا؟ طب هم عندهم ميه اصلا يتوضوا؟ اسمع كده، بطلنا نصلي كمان، احنا مش طاهرين، احنا نايمين بالبريه صلاه ما بنصليش، ليش؟ كلنا ايش؟ وين الطهاره؟ بدك تطهر؟ مش حمامات. انا شيرت دلوقتي فانت حصل لك صحوه، رجعت افتكرت القضيه تاني اذا كنت نسيت او اتلهيت في الشغل او اتلهيت في اي حاجه، وحضرتك هتفكر غيرك وغيره هيفكر غيره، ده هيفرق. بس احنا محتاجين لنا الله.